رددوا معي وقولوا آمين. اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب، وارفع عنا البلاء وعظم لنا الجزاء، واجعلنا من السعداء. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا واعتق رقابنا من النار يا رحمن يا رحيم. هنا معايا حلة فيها مية، حطيت فيها ملح وزيت زي ما انتوا شايفين، ونزلت فيها بالمكرونة اللي هي المقصوصة، وهحط معاها المكرونة الاسباجيتي، الاتنين بياخدوا نفس السوا. ومعايا على العين التانية كان معايا حمص وعدس كنت بلاه. هنا حاطة العدس اهو دلوقتي تشوفوا معايا. هغطي المكرونة بقى، هديها تقليبة كده. انا حاطة في المية ملح وزيت، معلقة ملح ومعلقتين زيت زي ما انتوا شايفين دلوقتي. او معايا الحمص والعدس، والكمية اللي بتحبيها اعمليها، يعني انا عاملة الكمية المناسبة لينا. يعني العدس ده بياخد سوا على النار، بيعوق، فانتي عشان ما ياخدش معاكي سوا لازم تكوني بلاه في مية دافية. يعني انتي خمريه في مية دافية قبل ما تعمليه. انما العدس ما بياخدش سوا خالص، يعني هو شوية اللي انتوا هتشوفوهم معايا دول وخلاص. هستنى بقى هنا، انا كده مغطية المكرونة لغاية ما تاخد سواها، ومش بقلبها كتير. هنا بقى هصفيها معاكم دلوقتي. هي كده خلاص بقت مظبوطة وما شاء الله مفلفلة جدا، ولا معجنة ولا ما مسكت في بعضيها ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين منطورة ما شاء الله. كده بقى انا كنت مجهزة بصل، هنا حطيت مع زيت على سمنة، والكمية دي قليلة. هنا البصل ده حطاله معلقتين، معلقة ملح، ربع معلقة ملح على معلقتين نشا، وقلبته فيه وسبته 5 دقايق، ونزلت بكمية البصل كلها في كمية السمنة والزيت اللي انتوا شفتوها معايا دي. هتقولي لي الزيت او السمنة قليلين؟ لا، عشان الكمية دي اللي هشتغل بيها. زي ما انتوا شفتوا البصل اهو خلاص، مرضتش اطول عليكم. الزيت على سمنة اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو، هنا حطيت منه للتقلية الصلصة بتاعة الكشري. انا بحب اعملها ببصل، لو انت ما بتحب يعني مش بتحبي البصل عادي براحتك. كل واحد يا جماعة بيحب يعمل اللي هو عارفه او اللي نفسه بتقبله. انا هنا كده البصل احمرت معايا، وهنزل فيها بمعلقة سكر، دي اساسي في اي وصفة انا بعملها. وده باقي السمنة على زيت اللي انا كنت عاملة فيه البصل، هنزل فيه بكمية الشعرية اللي انتوا شايفينها دي. انا مش براضي احدد مقادير عشان انا عاملة اللي انا يعني الكمية المناسبة لينا. هنا احمر الشعرية، هقلبها معاكم شوية هنا وافصل وارجع لكم تاني. حطيت، نزلت عليها بالرز مغسول ومصفيه كويس، هقلبه كده اللي زي ما انتوا شايفين شوية. وبعد كده انا مجهزه له ميه سخنه، حابه تضيفي مرقه دجاج، بس انا عشان حاطه سمنه ما حطيتش اي حاجه. هنزل عليه بقى بميه سخنه زي ما انتوا شايفين كده. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اللايك يا جماعه. هنا انزل عليه بالملح واغطيه. اللي انتوا شايفينه في وش الشوربه بتاعه الرز ده بواقي البصل اللي انا كنت محمره. هنا رجعنا للتقليه اهو مع بعض. هزودها شويه ميه سخنين عشان اظبط القوام بتاعها. نزلت عليها بمعلقه ملح، كمون مع كزبره اللي بتحبي تنزليه. هنا رجعنا للرز اهو يا حبايبي. هنا بقى انا بحب اعمل الشطه، بحط معلقه، هو برضو من نفس اللي انا كنت محمره فيه البصل مع الزيت على السمنه، نزلت فيهم بمعلقه كبيره من الشطه ومعلقه كبيره من الطماطم، واحط لهم ذره ملح. هي دي طريقتي يا حبايبي في عمايل الكشري اللي هو المسلوق. لكن في طريقه حلوه تاني اللي هو الكشري الحله الواحده، ان شاء الله اعمله معاكم برضو.
هنا دي الصلصة خلاص هطفي عليها زي ما انتوا شايفين. وهنا هوريكم الشطة اللي انا بعملها، حطيت لها نكتة ملح، حاجة بسيطة خالص من الملح يعني مش كميات. الرز استوى معايا زي ما انتوا شايفين، هنزل عليه بالمكرونة ما شاء الله مفلفلة جدا ومنطورة زي ما انتوا شايفين، اذا كان الاسباجيتي او المقصوصة بتاعة الكشري. هقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان الواحد يبقى عارف ان المكرونة تاخد نفس السوا، ما اروحش اجيب مكرونة عجينتها ضعيف يعني ما تتحملش واحط دي مع دي فالاقيها عجنت، لا هي المقصوصة نفس سوا الاسباجيتي بالظبط. زي ما انتوا شايفين اقلبهم كويس مع بعض كده وان شاء الله هرجع لكم دلوقتي وانا حطاها في الاطباق. بس انا كده يعني خلاص دي نهاية الفيديو يا جماعة. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، ويا رب تجربوا الطريقة. انا عارفة ان كلكم بتعرفوا تعملوها وحاجة عادية خالص يعني، بس ان شاء الله هعمل معاكم على القناة كشري في حلة واحدة كله على بعضه وهيعجبكم ان شاء الله. يا ريت تجربوه، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. كده بقى خلاص انا قلبت. لازم تقلبيه كويس لان الرز بيبقى يعني حاملاه لوحده في الحلة فبيبقى تحت ماسك شوية. هنا كده خلاص زي ما انتوا شايفين وبألف هنا، ويا ريت تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات يا حبايب قلبي. ولو عاوزين الكشري في حلة واحدة بيقولوا لي. سلام.